تذكرون العزلة عن شبكات التواصل السنة اللي فاتت لما خذيت بريك شهر؟ ألغيت كل برامج التواصل لمدة شهر، ما أدري إيش قاعد يصير بالسوشيال ميديا. وطبعا كانت أول أيام صعبة، شلون قاعد كذي ما أدري إيش قاعد يصير، بس بعدين استمتعت بالسفر، استمتعت بالنوم، استمتعت بالرياضة، استمتعت بالوقت. من كثر ما كان اليوم طويل اضطريت أعيد تقييم تجربتي كلها، اللي أسويه بالانستغرام، اللي كنت أسويه بسوار شعيب الموسم الأول. أعدت النظر في نفسي. طبعا لما تعتزل شبكات التواصل فأخبارك مقطوعة، فما حد يسأل عنك غير اللي يحبونك. اكتشفت ان في وايد ناس حاطهم مقدمة حياتي، اكتشفت انهم لازم ينحطون على الهامش، وناس ثانيين حاطهم على الهامش، اكتشفت انهم لازم احطهم مقدمة حياتي. يا ذيل اللي يهمهم امري. عرفت نقاط الضعف عندي وعرفت نقاط القوة عندي، استغليت قوتي وتركت الضعف على ظهري. ذكي هذا. اكتشفت ان معظم اللي نسويه في شبكات التواصل هو ما يطلبه المشاهدون، مو احنا اللي نبيه بالفعل. فركزت، رتبت، كتبت، فعلت. شنو صار؟ كان ادش بالطوفة اتغشمر، كان يطلع لكم الموسم الثاني من سوار شعيب، واتوقع شفت النجاح بنفسكم، نجحنا كلنا. العزلة كانت شهر، فما بالك لو هالمرة نجرب شهرين. ادري انت الحين بتقول ايش دعوة، على الاقل سناب، كله كم سنابه وانت بجازتك، ما يضر، كلامك سليم. لكن صدقوني انا والله ودي اتواصل معاكم على طول، لكن الاجازة هذه راح تخليني ارد بقوة اكثر من الحين، وراح تشوفون موسم ثالث لسوار شعيب رهيب. تطوير بالديكور، فقرات جديدة، الضيوف أقوياء، تحشير. لكن هذا ما يمنع أقول لكم سامحونا على القصور واعذرونا على الغياب المؤقت، شهرين بس بعد ذلك، ولا يأثرون عليكم السلبيين في إجازتكم. هذيل اللي يتكلمون باسم الواقع، لا هذا مو واقع. الواقع وهو الشيء اللي نختاره احنا حق نفسنا، وانا اخترت اني استمتع. مع هذا الفيديو ينتهي تواصلي معاكم في سناب، نلتقي بعد شهرين، نشوفكم على خير.